أستاذنا مبارك خاطر، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معاك سارة منصور، أمين موقع sudanese.online.org. مرحبا بك معانا على الموقع. مرحبا بك يا أستاذ. الله يخليك يا عمنا، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب. والله الحمد لله. الحمد لله. الحقيقة كلنا عارفين الضجة الإعلامية الكبيرة الرافقت موضوع التسابيح وخلافة معاك، وجات ردود أفعال كثيرة يعني أدت صورة سلبية على المرأة السودانية المتعلمة يعني. وفي عدة تساؤلات يعني مطروحة على الساحة دلوقتي، نتمنى إنك تشاركنا الإجابة عليها بصدر رحب يعني كقضية عامة ليس إلا يعني. والله يا فتار، أنا يعني رغم إني متحفظ على أي تعقيب أو أي إضافة لما نشر في صحيح السجاد، باعتبار دي خلاصة ما كان عندي. نعم. ورغم إنه يعني تابعت ردود الأفعال وكتابات كثير من الأخوة من الأساتذة من الصحفيين، وكل يعني تناول الموضوع من زاوية يرى من خلال هذا الموضوع، ولكن ربما في بعض الأحيان في التباس حتى في تناول النقاط التي يعني طرحت. أنا طرحت نقاط محددة جدا، والخلاف قديم ليس مع تسابيح، مع تسابيح، ولكن هي تبنت هذا الخلاف بعد أن عملت في قناة النيل الأزرق ب3 أشهر وتحت إصرار أمها وإصرار بعض من الأقارب، وأنهم خرجوا من البيت. لكن بعد ذلك حقيقة بدأت ألاحظ بعض التصرفات اللي في تقديري غير راشدة. نعم. هل صحيح؟ حاولت يعني أقومها. هل صحيح يا أستاذ مبارك؟ الشباب. نعم. هل صحيح يا أستاذ مبارك إنك أنت يعني كتبت بخطيتك إخلاء مسؤوليتك وتبرؤك من بيت التسابيح وطلبت نشره على صفحات جريدة الدار؟ نعم، هذا حدث، ولكن بعد ما فاض الكيل صارت على كثير من التصرفات ومن التعنت من قبله ومن قبل بعض المسؤولين في القناة اللي بتعمل فيها، والأمر وصل حتى إنها تسافر خارج السودان دون علمه. نعم. تسافر خارج السودان دون علمه، علما بأنه يعني المرأة غير ممنوعة من السفر، لكن إذا كان غير متزوجة بموافقة ولي أمرها، وإذا كان متزوجة بموافقة زوجها، حتى في حالة العمل الرسمي. فأنا فوجئت بأن هي موجودة في الخليج في احتفالات رأس السنة، وأنا في السودان لا أعلم. نعم. كيف خرجت؟ نعم. يمكن كان القشة التي قسمت ظهر البعير في العلاقة معها، وإن كان هي علاقة متوترة من فترة بسبب انحياز التام لوالدتها، وخلافاتي مع والدتها خلافات قديمة يعني قبل أن تولد التسابيح. بقية الأشياء نعم حدثت، كان في تقديري منها تصرفات يمكن تقويمها، ولكن تعنتها وتعنت من يقفون بجانبها كان هو سبب مباشر في انها تتمادى، وما في حد يعني هداها لرشدها يعني حقيقة. نعم. يعني يصير خلافك مع بيت التسابيح كان بسبب سفرها للخليج من غير ما تستأذن منك. نعم، ده الأخير. هي غصبت خلافات قائمة من فترة. نعم. كنت صابر عليها على أساس إنه ربما عامل الزمن يعني يلعب دور في إنه تعود في يوم من الأيام لرشدها، ربما يكون في استجابة لكثير من النداءات والوساطات اللي يعني تدخلت في الموضوع، ولكن الأمر أن يصل حتى أن تسافر دون علم ودون حتى إخطاري. حقيقة يعني هذا الأمر ما بالسهولة اللي يمكن أن يمر هكذا. نعم. طيب يا أستاذ مبارك، أنت ما شايف إن نشر الخلاف على الصحف والعام ممكن يعمق الأزمة أكثر بينك وبين تسابيح؟ وارد طبعا انه يعمق الخلاف الاصل المتعمق. نعم. وفي جانب اخر ربما يكون في صدمه لها عشان تفوق، لانه هي مندسه بصوره غير طبيعيه. نعم. انا ما بعتقد انه الانسان ممكن ان يتخلى يعني عن البيت اللي نشأ فيه وولد فيه ويكون يعني عايز يبني مستقبل يعني. نعم. كلنا جينا لهذا المجال من بيوتنا، ونعتز ببيوتنا، وافتخر جدا باسم والدي، واعتز جدا بانتمائي لاسرتي، واعتز جدا اذا كان ابوي قومني وكذا. نعم. هي تسابيح نشأت معاك ولا نشأت مع امها؟ نشأت معي وفارقت البيت قبل عام تقريبا، بعد ان خرجت امها وتركت البيت خرجت مع امها، لكن هي نشأت معي. لكن التغيير اللي تم
نعم. هو اللي حصل في تصرفاته في شخصيته كله تم خلال العام الاخير يعني. نعم. هل صحيح انك انت اديتك كف وكسرت لها عربيتها وتهجمت عليها في الشارع زي ما بقولوا؟ ما تهجم بمعنى تهجم، لكن يعني انا حقيقة ما لاقي حتى فرصة ان اتحدث معاها يعني. نعم نعم. ما ساكنة معاي. نعم. ما في امكانية انه امشي لها في بيت والدتها. كثير من المرات حاولت اتحدث معاها في العمل، باعتبار انه احنا في مجال واحد ومقر عملي ومقر عملها متجاورات، لكن كان دائما بترفض، او احيانا كان بتوعدني انه حتجيني في البيت عشان نتكلم هنا وما بتجي. فحصلت مشادة، نعم حصلت مشادة في موقف معين وتلفظت بعبارة معينة فقطعتها كده. هل صحيح انها هي استنجدت بالناس في الشارع؟ تصرف من اب يخون يعني. نعم، تصرفك تصرف اب طبيعي، لكن هل صحيح انها استنجدت بالناس في الشارع وقالت لهم امسكوا الراجل ده مني؟ امسكوا الزول ده مني؟ امسكوا الزول ده مني؟ نعم، وده الحديث اللي انا نشرته في السردار يعني، ذات محددة يعني، انا تطرقت لها وبكل اسف يعني هي ما ردت عليها، هي قالت كلام عام انه ابوي مهما تنكر لي ومهما تبرأ مني كده، لكن ليش كان الله قال زمان يعني. نعم، معلش على السؤال، لكن لما قالت للناس امسكوا الزول ده مني احساسك كان شنو؟ ما اقدر في اللحظة دي انا بالضبط يعني افسر لك انه احساسي، لكن بدون ما اشعر صراحة. نعم، اديتك لانه كنت بحس في اللحظة دي في انه كل البنات بدأ يهدي، وكنت بتابعت من بنات تحت الزبون وبدلعها حتى اكثر من اخواتي يعني، وكنت برى انه هي حتكون امتداد لي في المجال ده، وانا اللي وجهتها في انه تمشي في المجال ده، كان عندها رغبة انها تتجه في مجال مجالها لانه هي مواهبه متعددة حقيقة، وكنت برسم لها في المستقبل. نعم. لكن كنت انا ببني وغيري كان بيهدم. نعم. غيرك ده هل المقصود به قناة النيل الازرق او حسن فضل المولى او والدته؟ والله انا يمكن في حوادث الصحيح الامور كانت واضحه يعني، لو سمحت تحسيني من التفصيل. نعم. لكن من كان يهدم يعلم من هو. نعم، طبعا احنا برا السودان، الصحيفه ما بتجي ما بتصل لبرا السودان، لكن عرفنا انك انت توجهت للدار. نعم، و يعني ادلت بدلوك في الدار، وفي ناس هاجمت صحيفه الدار يعني. اعتقد ان صحيفه الدار يعني لعبت اكثر من دور بتاع وسيطه تاع الفرصه لكل الاطراف يعني. نعم. في قضيه انا بعتبرها رغم انها خاصه، لكن الى حد ما لها اثر على العامه، وباعتبارها قضيه عامه لانها اطراف اشخاص معروفين. نعم نعم. في ناس لكن ده لا يعني انه يعني زي ما ذكر البعض انه ذبحتها او يعني قضيت عليها، لا ابدا. انا لحد الان بعتبر انه يعني ده كان لابد ان يتم بالصوره دي ولا بصوره ثانيه، الان او قبل فتره او بعد فتره، لانه كان لازم تفوق يعني. نعم، بس السؤال هي ليه اختارت انها تخد اسم تسابيح من غير مبارك او من غير مبارك خاطر؟ والله ده تجيب عنه هي. نعم. انا سئلت السؤال ده من فتره وفي هذا الموضوع في صحف من فتره، وتركت الباب مفتوح لكل الاحتمالات، وابدا ما كنت يعني مستنكر او ما كنت يعني حاسس انه في اضافه بالنسبه لي اذا كتب الاسم او لم يكتب كما تناول البعض، لكن كنت برى انه في جانب تربوي غايب يعني، ما تعودنا في المجتمع السوداني ان يذكر الاسم من غير الاب. اكيد احتمال يا استاذ مبارك هي ما عايزه تبتدي طريقه او تشك طريقه يعني عن طريق اسمك، يعني تشهر نفسها بواسطه اسمك، خصوصا وانك انت مدير البرامج وانك انسان معروف وانسان مشهور يعني، وعندك اسمك يعني وعندك مكانتك، فاحتمال هي عايزه هي ما جات المجال ده يعني معتمدة على رصيد ابوها وعلى اسم ابوها وعلى تاريخ ابوها في المجال ده. نعم. وقلت الكلام ده وانا اقوله انها لها رغبتها ولها استعداد الفطر ولها موهبتها. نعم. ونصحتها في البداية انه تعتمد على قدراتها وتبني اسمها.